شهاب والمسلوب هما بداية الغنى في العصر الحديث، وحكايتهم هي بتبتدي إن هما اتولدوا في آخر أيام المماليك في مصر، في زمن إبراهيم بيه ومراد بيه اللي كانوا بيحاولوا يأسا صد الحملة الفرنسية عن بره مصر. دي كانت فترة صعبة من تاريخ مصر المحروسة، وعشان كده أوجه لنفسه الشيخ شهاب أو شهاب مهم الجامعة موشحات الأندلسية في كتابه سفينة شهاب. أما التاني المسلوب أو الشيخ المسلوب فقدم الدور الغنائي اللي خد عنه محمد عثمان وعبده الحمودي. والمسلوب ده كان عصر بأكمله، يعني هو عاش زمن أكتر من 100 سنة، وكان حصل فيه متغيرات كتيرة جدا بالنسبة لمصر. واحدة من المتغيرات دي إن القاهرة اتخلت عن الحواري الضيقة اللي كان بيضيع فيها ضوء الشمس، وبقت موجودة مباني فخيمة أوروبية في منطقة وسط البلد. الدنيا بتتغير، لكن اللي حصل إن هو ما استوعبش كل التفاصيل دي، لدرجة إن هو راح للمعلم شعبان شيخ طائفة المغنين في بر مصر عشان يطلب منه الجواز ببنته. لكن المعلم شعبان بيقول له إن الجواز اسمه نصيب، وإن هو فعلا تمت خطبتها على الشاب عبده أفندي الحمودي اللي قدمه على المقهى الشهير بالأزبكية، وهو كان بيتوقع له مستقبل جيد جدا. وده كان عمل نوع من العداوة بين الشيخ المسلوب وعبده الحمودي، لكن الفن ما بيعرفش العداوة. الحمولي بيستفيد من فن الدور الغنائي وإبداعات المسلوب. لكن هل هي دي كل قصة الشيخ المسلوب؟ يعني هي كده انتهت وان احنا هنتكلم عن عبده الحمودي؟ الحقيقة احنا هنتكلم عن حاجة مهمة بعد كده، عن صعود مأذنة الحسين وإنشاد التسابيح. المرة الجاية ان شاء الله، المرة الجاية انتظرونا.